أهلا بيكم ومعلومة مختصرة. والنهاردة المعلومة الحقيقة عن أهرامات السعودية. شفنا كده، يعني أنا شفت في أحد المواقع عن إعلان السلطات السعودية عن موقع فيه أهرامات، هرم أو هرمين حاجة كده. وعاملينهم كنوع من أنواع الأماكن، يعني للزيارة. وده طبعا تقليد للأهرامات المصرية، وحتى بعض الناس علقوا، أعتقد من السعوديين، بيقولوا ما نبي نروح لمصر. يعني خلاص عندنا أهرامات بقى، مش هنروح مصر نشوف الأهرامات. فأنا عايز أقول لهم إن يعني بالإضافة إن ده تقليد، والحاجة التقليد طبعا احنا عارفين إن لا يمكن تكون زي الأصل، ولا يمكن تكون حاجة كويسة. يعني التقليد معروف، يعني حتى الناس في الإعلانات يقول لك إيه: احذر التقليد عند الشراء في السلع العادية يعني. ف وعايز أقول لهم حاجة تانية، إن الأهرامات في مصر مش مجرد شكل هرمي أو حجارة كده. يعني الهرم الأكبر مثلا هرم خوفو في مصر، أو الأهرامات الثلاثة بصفة عامة، دي مرتبطة بملوك وأحداث تاريخية وحضارة وفن وعمارة، ويعني حاجة يعني إيه من 4000 سنة معمولة. كان مستحيل، يعني حتى لغاية دلوقتي مستحيل حد يعمل زيها. فدي كانت يعني بتدل على عظمة الدولة المصرية القديمة، واللي كانت يعني بتعمل هذا البنيان الشاهق، اللي هو اليابانيين حاولوا يعملوا تجربة بناء هرم بنفس المواصفات كده مرة في الجيزة، ويكون طوله بس 20 متر. احنا الهرم الأكبر طوله حوالي 138 متر. هما اليابانيين بقى بكل التكنولوجيا والعلماء وحاولوا يعملوا هرم 20 متر وفشل المشروع. فعايز اقول للاخوه في السعوديه ان الاهرامات مش مجرد شكل هرمي، ولا مجرد يعني منظر، ولا حجاره. ده تاريخ وحضاره وحكايات تاريخيه. يعني لما تيجي تزور الهرم في مصر بيبقى معاك مرشد هيشرح لك الهرم ده بتاع مين، والملك ده كان بيعمل ايه، وايام حكمه كانت عامله ازاي، والهرم اتبنى ازاي وليه. موضوع كبير قوي. فما اعتقدش ان الهرم في السعوديه يعني هتقول للناس وهم بيزوروه بناه الامير فلان الفلاني، وبناه عشان ايه وليه واتبنى ازاي. يعني حاجه مفيش مقارنه الحقيقه. فبس حبيت اوضح الموضوع ده، وزائد كمان حاجه تانية، ان من حق السلطات المصريه انها تعترض لدى اليونسكو على إقامة مثل هذه الآثار المقلدة. وكان حصل في عام 2014 إن الصين عملت تمثال طبق الأصل لأبو الهول، والسلطات المصرية تقدمت بشكوى لليونسكو وطالبوا بإزالة هذا التمثال المقلد اللي هو بيسيء للحضارة المصرية. وهنا بتنتهي الحكاية، وشكرا ليكم.